بسم الله. موضوع فيديو النهاردة هو يعتبر من أكتر الحاجات اللي بنواجهها في الدعم الفني. تمام. والحاجة دي هي اللي هشرحها النهاردة، هي ملهاش علاقة بالميل بوكس نفسه، بس ليها علاقة بالسي. تمام. أنا دلوقتي لما باجي أشتغل في الميل بوكس بعد فترة بيبتدي السي عندي يتملي خلاص، أو الفولدر اللي متسطب عليه البرنامج بتاعي بدأ يتملي. وطبعا مفروض ان انا موصلش لمرحلة ان السي يبقى عندي فيه اقل من 20 جيجا فري، عشان البروسيسنج او الميل بوكس لما يخلص الكالكوليشن بتاعه يتحفظ الكالكوليشن بتاعه بالكامل، ما يحفظش بعد الداتا، وبعض الداتا التانية ما يتعملش لها كالكوليشن. عشان كده المفروض ان السي دايما يبقى ايه، ما يقلش خالص مساحته عن 20 جيجا فري. انا بسيف نفسي بقول 20 جيجا عشان الكالكوليشن يطلع معاك مظبوط. طيب وبعد فتره، طب لما السي بيتملي بيبتدي الناس يتواصلوا معانا، يقول لك انا عايز افضي شويه من السي، او عايز انقل البرنامج. فانا لو نقلت البرنامج تمام، او لو انا في البدايه سطبته في بارتيشن كبير، ده برضو مظبوط. طب لو انا ما كانش قدامي الاوبشن غير ان هو موجود في السي وعايز افضي السي، ففي بعض الفولدرات المفروض اعرف ازاي ايه ان انا افضيها بصفه دوريه، وليكن كل شهر مثلا. طيب لما بخش على السي كده هلاقي البرنامج بتاع الميل بوكس. تمام. طبعا انا عندي كذا اصدار، فانا عندي ال 22 وال 20 وال 23، فبشوف الاصدار اللي انا مسطبه على عندي في الجهاز بتاعي، وليكن ميل بوكس اللي هو ال 23. خلاص ده بتاع المكنه الرولانت. دخلت طبعا زيه زي اي، يعني اي مكنه او اي نسخه ميل بوكس، نفس الخطوات هتفضيها زي ما انا هعمل في الفيديو بالظبط. طيب اول ما افتح الميل بوكس اللي هو الرولانت ال 23 ده، تمام، هلاقي في فولدر اسمه سي ان سي. تمام. السي ان سي ده كده، دي كل الجوب اللي اتحفرت، كل الجوب اللي اتحفرت قبل كده، اللي هو الفايل اللي اتبعت للمكنه. تمام. الفايل ده ما دام اتبعت للمكنه واتحفر والحفره تمت، استحاله هستخدمه تاني، استحاله هستخدمه تاني، ولا استحاله ان انا ارجع له تاني اصلا. خلاص. فكل الفايلز دي كده هبتدي ان انا امسحها. فبروح اعمل ايه، كنترول ايه، بحدد الكل وبروح اعمل ديليت. يبقى كده اول حاجه مسحتها في الميل بوكس، دخلت لقيت الفولدر بتاع السي ان سي، فضيت كل اللي جواه. طيب ايه تاني ممكن امسحه؟ عندي هنا جوه الفولدر بتاع الميل بوكس، تمام، في ميل بوكس تاني هدخل عليه، هلاقي في حاجات عندي اسمها كاش داتا. تمام. كاش داتا دي المفروض يكون فولدر واحد، لو طلع عندي اكتر من فولدر، 2 3 4 5 لغايه 9 مثلا، اي حاجه زياده كده واروح مسحها، مش محتاجه. خلاص. ده كله مش هيأثر معايا في الجهاز بتاعي في حاجه. طيب دي كده تاني حاجه. تالت حاجه الكام. خلاص. برضو لو الكام ده عندي هلاقي ده برضو اتملى عندي بعد فتره، لو ده كتير هعمل كنترول اي واروح اعمل ديليت. يبقى دي كده تالت حاجه. خلاص. ايه تاني ممكن امسحه؟ هلاقي في فولدر اسمه او بي جي. تمام. بخش على الاو بي جي كده، هلاقي كل الفايلات دي كده برضو مش محتاجها، عايز امسحها، كنترول اي ديليت. خلاص مسحتها. تمام. شويه الحاجات اللي انا مسحتهم دول ممكن يكونوا بالنسبه لي حاجه بسيطه، بس عند الناس العملاء اللي شغاله على طول وحفر كتير هتلاقي ده اصلا ملالها السي عنده بالكامل. خلاص. بس ده بيفضي جزء كبير من السي. خلاص. فلما اجي الاقي السي بتاعي هلاقيه فضي كتير. طبعا الحاجات اللي عندي انا مش كتير، بس ده هيفضي لي جزء كبير من السي. طبعا الناس بقى عشان تتامن ان السوفت وير بيشتغل معايا اهو، شغال مفيش اي مشكله، شغال وبفتحه مفيش مشكله. فالحاجات اللي انا مسحتها دي مش هتاثر معايا في اي حاجه. وادي الجوب مانجمنت، الجوبات القديمه كلها معايا مفيش اي مشكله، هفتحها. طيب يا رب بقى يكون موضوع الفيديو بسيط ومفيد، وحلت مشكله كبيره في الموضوع بتاع ان البارتيشن السي بيتملي معايا. و... وعلى طول يعني انا ارشح ان كل اسبوع او كل شهر تمسح الفايلات الزياده. كنت معاكم مهندس احمد السيد من سلسله فيديوهات ميل بوكس تيبس اند تريكس. بالتوفيق لكم جميعا.